لو كنت فاكر ان اللي فات كان نهاية الصدمة، يبقى لازم تعرف ان اللي جاي اخطر بكتير. في الجزء ده هنفهم كل حاجة اتخبت، وهنعرف ليه ظهر فجأة في حياتها، واشتغل ازاي على نقطة ضعفها، وليه اختارها هي بالذات من وسط الدنيا دي كلها. هي كانت فاكرة ان القدر اخيرا ابتسم ليها، لكن الحقيقة ان كل خطوة كانت محسوبة، وكل كلمة اتقالت كان وراها سبب منه هو فعلا. رجل أعمال ناجح، ولا شخص تاني بوشين؟ وإيه السر اللي خلاه يقرب منها بالطريقة دي؟ حب، انتقام، ولا ماضي قديم رجع ينتقم منه من غير ما تعرف؟ في الجزء ده هنفتح كل الأبواب المقفولة، وهنعرف سر الورقة اللي كانت في إيديها، وإيه حكاية الست اللي قابلتها وفجأة اختفت، وإزاي حياتها اتسحبت منها خطوة خطوة هي فاكرة إن ده حلم العمر. النهاردة مش بس هنعرف الحقيقة، احنا هنواجهها. مالك روح على طول على البيت في الليلة دي، ما نمش نهائي. قعد في مكتبه لحد الصبح، قدامه ملف قديم لونه أصفر من الزمن، ملف قديم حسين عبد السلام. فتح الورق واحدة واحدة، تقارير، توقعات، ختم المحكمة، كل حاجة كانت قانونية 100%. لكن الحقيقة كلها كده. هو اللي دفع الرشوة، وهو اللي غير الشهادة، وهو اللي خلى الراجل يدخل السجن ويموت جوه من غير ما يشوف ولاده. قفل الملف بعصبية وحط ايده على وشه وقال بصوت واطي: انا سبب في اللي هي فيه. لكن الذنب لوحده مش كفاية. مالك ما كانش من نوع الناس اللي بتكفي انها تبكي وبس، هو من نوع الناس اللي بتدخل النار بنفسها، اللي بتدخل النار لنفسها بنفسها. قرر يقرب، مش بدافع الحب، بدافع التكفير. سلمى صحيت الصبح، لبست وراحت المستشفى، مشغولة وتعبانة، بس عقلها مش سايبها. العربية، الراجل، الكارت، وليه عمل معايا كده. طلعته من الشنطة وقرأت الاسم، لقيت ان الاسم ملك السيوفي، رجل أعمال. ضحكت بسخرية، وأكيد غلطان، الناس دي عمرها ما تبص لحد زينا. حطت الكارت تاني في الشنطة وقالت: هو ايه الراجل ده؟ بعد يومين وهي خارجة من الشغل، المدير نداها، قال لها: سلمى، في متبرع جاي المستشفى طالب يشوفك. استغربت، قالت له: انا؟ وليه؟ دخلت المكتب، ولما شافته عرفته فورا. مالك كان لابس بدلة بسيطة المرة دي، مش مبالغ فيها قوي، كأنه قاصد يبان عادي. قال بهدوء: مساء الخير. توترت، قالت له: حضرتك محتاج حاجة؟ بص حواليه وقال: انا بمول قسم علاج الحالات الحرجة هنا. انا بمول قسم علاج الحالات الحرجة هنا، والدكتورة الشاحك تكوني مسؤولة التنسيق. كل حاجة واضحة. ليه جه؟ عشان يبقى قريب، عشان يكون ليه سبب رسمي. قالت: انا مش عارفة اعمل ايه. تحت الضغوط منهم وافقت، لان الفرصة دي معناها دخل اعلى وساعات شغل اقل، من غير ما تعرف انه كان عامل بحث كامل عنها، عارف عنوانها، مرتبها، اخوها اسمه ايه، ان ابوها مات في السجن، وانها بتصرف على بيت كامل لوحدها. الايام عدت، ومالك بقى موجود كتير، مش بيتعدى حدوده، مش بيضغط، بس دايما حواليها، يسأل: اتغديتي؟ ليه شكلك مرهقة؟ لو محتاجة حاجة قوليلي. سلمى كانت حذرة، لكن مع الوقت الحذر بتاعها بيتعب. شافت فيه حاجة غريبة، مش قسوة ومش غرور ووجع. وفيه مرة وهما واقفين في أوضة المرضى، سمع واحد بيزعق: أبوها مات في السجن، بنت مسجون، يعني إيه؟ الكلام ضربها في قلبها. مالك شاف وشها واتغير، وشاف الدموع اللي حبستها بالعافية. في اللحظة دي اتأكد إن اللي عمله زمان لسه بيدمرها لحد دلوقتي. بعد ما الشخص ده مشي، قرب منها وقال: انت مش ذنبك حاجة. بصت له باستغراب: حضرتك تعرف ايه عني؟ سكت، مقدرش يتكلم، لان لو اتكلم هيقول ايه؟ كان كل حاجة هتنهار. قال: بس اللي شفته كفاية. ومن هنا سلمى بدأت تحس إنه مش لوحدها، أما هو بدأ يحس بخطر أكبر،
الذنب اتحول لمشاعر، والمشاعر اتحولت لتعليق، والتعليق ده لو كمل هيكشف السر. وهو عارف ان اليوم اللي الحقيقة تطلع فيه سلمى مش هتسامح ابدا. سلمى عمرها ما حست بالامان، مش مع الدنيا ولا مع الشغل ولا حتى مع نفسها. كانت دايما حاطة سور عالي حواليها، اي حد يقرب ترجعه خطوة والف الف مليون خطوة. لكن مالك محاولش يكسرها، ساب السور وقعد قدامها، وده اللي خلاها تتلخبط. بعد موقف المستشفى مالك بقى هادي اكتر، مش بيهزر مش بيضغط، بس موجود. وجوده كان مريح جدا بالنسبة لها، وده اخطر حاجة. في يوم هم قاعدين يراجعوا اوراق التبرعات قال فجأة: انت ليه اخترت التمريض؟ هو سؤال بسيط بس ضربها في مكان حساس. سكتت شوية وبعدين قالت: عشان ما فيش حد كان معانا لما احتاجنا. بص ليها، قال لها: مين؟ اخدت نفس طويل، قالت له: ابويا اتحبس ظلم، وامي تعبت وماتت، واخويا كان لسه طفل. قالت الجملة الاخيرة وهي باصة في الورق، مش قادرة تبص في عينه. مالك حس كأن حد خبطه في صدره، كأن كل كلمة بتطلع منها كانت دليل جديد على جريمته. قال بهدوء شديد: انا اسف. بصت له باستغراب وقالت له: اسف؟ اسف على ايه؟ اتلخبط وكان لازم يرد بسرعة: على اللي مريتي بيه. هزت راسها وقالت له: الدنيا كلها بتمر، بس حضرتك مالك باللي ممر بيه؟ لكن الحقيقة ولا الدنيا ولا الزمن عالجوا الوجع. مع الوقت بقوا يقعدوا اكتر، يتكلموا اكتر. مالك بدأ يحكي عن نفسه بس النسخة النظيفة. قالت وهو قال: انا بدأت من تحت، كنت فقير وخايف وبعمل اي حاجة علشان مرجعش تاني، اي حاجة تتخيليها عشان مرجعش تاني. ما قالش ان اي حاجة دي كانت حياة بني ادم. سلمى كانت بتسمعه وتحس انه شبه خوفها، شبه تعبها، وده اللي خلاها تسمح لنفسها تحس بيه. في المرة دي هما ماشيين في الشارع بعد الشغل، وقف قدام محل عصير صغير. قالها: تحب نشرب حاجة؟ ضحكت: اخر مرة دخلت مكان زي ده كنت في ثانوي. دخلوا قعدوا على كرسيين بلاستيك، ضحكوا اول مرة تضحك من قلبها من سنين. مالك بص ليها وهي بتضحك وحس بخوف حقيقي. الخوف ده مش منها، الخوف من نفسه، لانه لأول مرة ما كانش عايز يصلح غلطة، ده كان عايز ما يقربش وما يصلحش غلطة بغلطة أكبر. كان عايز يكمل. في نفس الليلة سلمى رجعت البيت، قعدت جنب أخوها وهو بيذاكر. سألها: مالك مبسوطة كده ليه؟ اتلخبطت جامد. قالت له: مش مبسوطة بس مش تعبانة. قال لها بسذاجة: ده اسمه ايه ده؟ اسمه أمان؟ الجملة دي دخلت دماغها وما خرجتش. أما مالك كان قاعد في مكتبه قدام نفسه، نفس الملف القديم بتاع أبوها. فتح صفحة معينة، شهادة الزور باسمه. قال لنفسه بصوت عالي: لو عرفت الحقيقة هتكرهني، ولو ما عرفتش أنا اللي هتدمر. ومن هنا القصة دخلت مرحلة الخطر. سلمى بدأت تحب في مالك فعلا، ومالك بدأ يخاف، والحقيقة قربت تطلع، مش عشان هو قرر، لكن عشان الماضي عمره ما بيسكت. لو حابين تسمعوا الجزء الجاي ما تروحوش في اي حتة ولا تغيروا المحطة، استنونا في الجزء الجاي قريبا جدا ان شاء الله. ومتنسوش تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس، تعملوا لايك، تكتبوا لي كومنت حلو منكم شبهكم كده، وتشاركوا الفيديو مع اصحابكم عشان نكبر مع بعض. يا رب اكون كنت ضيفة خفيفة عليكم. سلام، مع الف سلامة.